بنواصل أحبائي سهرتنا لليلة مع الدكتورة جهينة خطيب، ناقدة وباحثة ومهتمة خاصة بنقد الأدب الفلسطيني. يسعد لي هالمساء دكتورة جهينة. أهلا بك حبيبتي سوزان. أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله تمام. كتير سعيدة إنك معنا، وكتير سعيدة بكمان إصدار أدب الأطفال للعلاج الفلسطيني. نعم، يعني قديش هالعنوان هذا، قديش عنوان واسع، قديش عنوان كبير وبيضم الأمور كلها. هاتي أعطينا هيك بعض المعلومات عنه. نعم. هو في الفترة الأخيرة أنا أصدرت 4 كتب، من أهمها حسب رأيي أدب الأطفال العلاجي. نعم. لأن الجديد فيه أنه يعني جديد من نوعه، يعني في قضية أنه تكمن أهمية هذا الكتاب أنه رصد أساليب توظيف المواضيع العلاجية في أدب الأطفال في فلسطين. نعم. يعني الهدف هو التقييم والتقويم لطرائق تناول الموضوع العلاجي، يعني بحيث يكون إنه نتاج الدراسي لصالح أطفالنا، خاصة إنه إصدارات كثيرة بدأت تظهر في الأدب العلاجي، وهذا جيد من ناحية، ولكن من ناحية أخرى هل هناك مراقبة على هذه الإصدارات؟ هذا هو السؤال، هذا هو كان الهدف من كتابي، يعني من خلال إعطاء يعني أدوات تربوية ونفسية إنه يعني معتمدة مثلا من قبل أخصائيين نفسيين وتربويين. فالكتاب هو مرشد لكتاب أدب الأطفال في كيفية كتابة القصة، وأيضا ممكن أن نعتبره توجيها للأهل لكيفية التصرف مع أطفالهم في حالة وجود ظواهر مثلا سلوكية تربوية، من خلال مثلا اختيار قصص علاجية كثيرة. لهذا كان السؤال في بحثي إنه هل هناك صياغة أداة هيكلية للعلاج الكتابي لتوجيه المعالج اللي هو في حالتنا طبعا كاتب الأطفال. نعم. يعني أنه يفترض أن يطلع الكاتب على العلاج عن طريق الأدب، أن يستشير متخصصين في أدب البيبلوترابيا، يعني بحيث يرافقونه عند كتابة أحداث القصة، يعني منذ بداية القصة حتى نهايتها، يعني أن يشاركوها بجميع الأحداث. فالسؤال كان في كتابي، هل هذا يحدث لدى جميع كتاب أدب الأطفال العلاجي أم أنه كنت أتمنى، ولكن يبقى السؤال معلقا. هاتي لنأخذ الفصل الأول للمادة النظرية، بعض النقاط اللي حضرتك اتطرقت إلها: علاج ظواهر مرضية نفسية وسلوكية في أدب الأطفال، تماهي الطفل مع شخصية القصة والقصيدة، التحرش الجنسي، التربية الجنسية، الفضول الجنسي لدى الأطفال، موضوع الطلاق عند الأهل وتأثيره على الطفل، تقبل الآخر، التنمر، الرابط بيناتن، الحزن ونتيجة فقدان أحد الوالدين أو شخص قريب عليهن، الخجل المرضي، الخوف المرضي، الغيرة، الخصام بين الإخوة. يعني عمليا أنت فتي لحياة الطفل، حطيتي أطفال حواليكي وكل واحد شكالك همه، وانت أخذت النقاط اللي هالقد مهمة، والمفروض إنه كل كاتب، كل أديب أطفال إنه بده يكتب لأدب الأطفال إنه يكون دارس الموضوع هذا. صحيح. مش بدنا نكتب فقط وبدنا القصة تطلع وبدنا نعمل إشهار للقصة لما إحنا عم نحكي عن أمور خاصة بنفسية الأطفال بتصرفاتهم بدون ما إحنا نكون دارسينها. صحيح، هذا ما نتمناه. يعني من خلال هذا الكتاب أنا حاولت يعني أن ألقي الضوء، يعني هناك نقطة خطر، يعني كأنه أقرع يعني الباب الخزان، إنه انتبهوا، هناك أشياء فعلا تعالج بشكل جيد من قبل يعني كتاب، لكي لا مثلا أتحدث فقط عن السلبيات. هناك فعلا كتاب أدب أطفال إنه نجحوا فعلا في طرق هذا الباب، وسيفيدون طلابنا من خلال علاج فعلا ظواهر سلوكية وتربوية، من خلال بناء يعني صحيح للقصة. ولكن هناك كوارث، يعني آسف أن أقول هذا، يعني وأنا ممكن أن لا يعجب بعض الكتاب هذا الكلام، وأنا نوهت إلى هذا طبعا في كتابي، إن هناك أمور إنه بدلا أن نصلح نحن نفسد. يعني وبناء جيل جديد، جيل الأطفال، هذا الجيل الطفل الذكي، الطفل هذا في فترة التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، إنه يجب أن لا نستهين بكيفية
طرق هذه الأبواب الحساسة يعني. فلهذا أنا وجدت من واجبي أن أتطرق إلى هذا الموضوع. نعم، طبعا في عدد كبير من الأدباء اللي هن فعلا بيكونوا متابعين لكمان نفسية الطفل، لكمان سلوكيات الطفل، وبكتبوا الأشياء اللي المفروض إنه تنكتب يقرأها الطفل ويفهم معناها، وكمان الأهل. ولكن في نسبة كبيرة اللي بدنا بس نعمل قصص الأطفال ونطلعها ومش مهم الطفل استفاد أو ما استفاد. صحيح. شو كنت بعد بتحبي تخبريني عن هالإصدار؟ إضاءات في الرواية الفلسطينية صدر ب22 إذا أنا مش غلطاني. نعم، ولكن أنا لم أعمل توقيعات كتاب إلا في هذه الفترة، فجمعت يعني تحدثت عن كتابين، ولكن لي كتب مثلا لم تأخذ حقها مثل كتاب المسرح إنه صدر في 2023، ولكن ارتأيت أن لا أشمله في التكريم أو في إشهار كتبي لكي لا أثقل على الناس يعني. ولكن كتاب المسرح اسمه مثلا الراقصون وسط السلاسل، تحدثت فيه يعني هذا العنوان الأساس، والعنوان الفرعي مسرحيون فلسطينيون قابضون على جمر. في هذا الكتاب تطرقت إلى الصعاب التي واجهت المسرح الفلسطيني في فلسطين 48 والكتابة المسرحية إلى أين، والجمهور، هل هناك جمهور للمسرح، إضافة إلى وقفة مسرحية مع تجربة المسرحيين وتحليل مسرحياتهم. هذا الكتاب يعني سيأخذ حقه لاحقا، ولكن اهتمامي بالمسرح أولا لا يوجد نقاد مسرح يعني إن صح التعبير، إنه لا يوجد اهتمام، لا أدري لماذا بكتابة المسرح. خلينا أوقف معك عند هاي النقطة بعد إذنك دكتورة جهينة. موضوع النقد بحد ذاته، هل فعلا هناك في نقاد إذا كان للأدب أو للروايات، للأشعار، للدواوين الشعرية، للمسرح، للأعمال الفنية؟ والسؤال اللي أصعب، هل نقبل النقد أم نرفض أي كلمة نقد لعملنا؟ جميل جدا، أنت طرقتي موضوعا يشغلني مؤخرا، وأكتب مقالات عديدة وإذا صح التعبير من القهر لما يحدث. يعني أولا هناك فرق بين الناقد والباحث. نحن عندما ننهي مثلا اللقب الدكتوراه، اللقب الثالث، هذه البداية أعتبرها، ليست يعني أنه بمجرد أن أنهيت اللقب الثالث أصبحت ناقدة، لا. هناك باحث، هذا ما نتعلمه من خلال الجامعات، إنه اعتمادنا على الكتب والمصادر، ولكن الناقد لديه رؤية خاصة به. ما يحدث الآن للأسف في عدد كبير من الصحف وفي أندية كثيرة ثقافية بلا حاجة لتسميتها، إنه نهلل لنقد انطباعي. ليس كل من كتب فهو ناقد. ونقول للألقاب، يعني نحن متفوقون في وضع الألقاب، الناقد الفلاني، الناقدة الفلانية، ويكون لا يمثل النقد بالصلة، يكون مجرد تلخيص للرواية أو للنص القصصي، وإعطاء بعض النقاط الانطباعية يعني. فالناقد بحاجة أولا أن يتسلح بآليات تمكنه ليتعامل مع النص الأدبي، ومن ثم تكون لديه رؤية خاصة ورؤية نقدية إنه عميقة، وليس هذا ما يحدث يعني. نحن نتأمل دكتورة إنه فعلا يكون في عنا النقد البناء، يكون في عنا قبول للنقد وليس الرفض دائما. الدكتورة جهينة خطيب، ناقدة وباحثة ومهتمة خاصة بالنقد الأدب الفلسطيني، شكرا كتير، نورتي سهرتنا لليل. أشكرك. هلا فيك يا عيوني، تحياتي، الله يعافيك، باي باي.